السيد الرئيس، حضرات السادة النواب المحترمين، أولا كنشكر الإخوان كلهم اللي عطونا هذه الفرصة لتوضيح بعض الأمور توضيح اللازم. أولا بغيتكم تكونوا متأكدين على أننا، وأقولها عن تجربة ميدانية وعن تجربة حكومية، أحرص الناس على تفادي العنف أو الاستعمال القوة. هذه القضية لغات العصا الحمد لله راه مورانا مشات، ما نبقاوش نرجعوا لها تماما. فاحنا كنحاولوا نحلوا كل المشاكل بالطرق السلمية. فقط باش تكونوا عارفين، راه كل يوم في بلادنا كاين على الأقل معدل ديال 50 تظاهرة كل يوم، والحمد لله كلها كتمر بسلام بدون أي مشكل. احنا بالعكس كما قلت سلميين، ولكن في نفس الوقت لما كنشوفوا أن غتكون تظاهرة غتمس بالسلامة ديال الناس اخرين اللي ما عندهم حتى علاقة بهذيك التظاهرة، فمن حقنا ومن واجبنا باش ندخلوا لمنع هذيك التظاهرة. ففيما يخص هاد الطلبة اللي كنتكلموا عليهم، فهما راه أكثر من شهرين وتقريبا كل نهار كيخرجوا يحتجوا في عديد من المناطق. واش عمركم سمعتوا فخلال هاد الشهرين كلها واش كاين تدخل ولو بسيط في حق هؤلاء؟ حتى في الرباط هذه تقريبا واحد اسبوعين او 3 اسابيع راه كانوا 4000 ولا 5000 جاوا تظاهروا، يعني ما كاين حتى شي مشكل، سلميا بقاو واقفين، ما كاين حتى شي مشكل. خلال الاسبوع الماضي هاد الناس دخلوا في عملية تصعيدية وقرروا باش يزيدوا من الضغط على ما كيسميوه باش المطالب ديالهم تسمع. فأول حاجة بداو كيفكروا فيها، وهقولها بكل صراحة، بغاو يبداو يمشوا للمدارس باش يحرضوا التلاميذ باش يتضامنوا معاهم، وباش يحرضوا الأساتذة باش يتضامنوا معاهم، وبداو كيناديو في نطاق هذا التصعيد اللي ماشي فقط وقفات ولكن مسيرات في عدد كثير من الأقاليم. وهذا راكم كتعرفوه كلكم مؤطر من طرف بعض الهيئات، وخاصة واحد المنظمة انتم كتعرفوها واللي الأهداف ديالها كتعرفوها وما باغينش هذا المشكل يتحل. ايوا راكم عارفينها. لا راكم عارفينها. إذن هذا القرار ديال تنظيم المسيرات ديالنا، خاصة ديالنا الخميس اللي فات، لم تبلغ به السلطات العمومية في أي وقت، لا بالتاريخ ديالو ولا بالمكان ديالو ولا بنوعية المشاركين ولا بالإتينيغير اللي غياخذوه، حتى شي حاجة. جاو وتجمعوا وحتلوا الشارع وبغاو يبداو يمشيو. حنا جاونا الخبر من طبيعة الحال قبل أن هذيك المسيرات كان لابد يتخلق فيها مشاكل. هذه المشاكل اللي كنتكلموا عليها دابا، ولما اسمحوا لي، اذا هاد ما تبلغنا بحتى شي حاجه من هاد. نورمالمون القانون كيقول اولا خص السلطات العموميه تبلغ بالقرار ديال المسيره، ثانيا يتعطى ليتينيغير، ثالثا يتعطى الاعداد المرتقبه للمشاركين الى اخره باش السلطات العموميه تاخذ الاجراءات لحمايه الناس الاخرين. فلهذا بما ان هذا الشيء كله ما دارش، وتطبيقا للقانون وباتفاق
مع السيد رئيس الحكومه تم اتخاذ هذا القرار ديال المنع هذه المسيرات الغير مرخصه مره اخرى، الغير مرخصه. وكما قلت ان كانت عندنا معلومات تفيد على ان هذه المسيرات ما كانش غتمر في ظروف حسنه. احنا كما قلت لما كنمنعوا مسيره وكيكون قرار المسيره راه فقط لحمايه الناس الاخرين، ماشي على المسيره بنفسها، حيت هذيك المسيره ملي غتمشي ملي غتضر بالتجار والراجلين وكتخنق حركه المرور راه الاخرين اللي كتضروا. اذا كان لازم ندخلوا باش نحميوا هذا المنع. هذا المنع السلطات العموميه بلغات المعنيين بالامر كلهم تبلغوا بهذه المساله هذه. وهنا غنزيد مازال فكاين جوج الاماكن، وراه عندنا هذا الشيء، الصور ديال هذا الشيء كله موثق بلي فيديو بكل شيء. كاين فاس وطنجه ما كاين حتى شي مشكل ملي تعلموا من طرف السلطات العموميه تجمهروا ومن بعد تفرقوا بدون مشكل. في الدار البيضاء وإن زكان والركش على مستوى ادنى وقع العكس. راه درنا تسجيلات درناها في يوتيوب باش تشوفوها، وغتشوفوا على ان راه باينه على ان يعني السلطات الامنيه راه ما جاتش وتدخلات، راه طبقت المساطر القانونيه وكان انذارات قانونيه بواسطه مكبرات الصوت. الناس محتلين الشارع العام وجالسين وسط الطوموبيلات وباينين في لا فيديو شي واحد اللي كيحرضوهم وكيقول لهم ما تحركوش شاي، واجهوا القوات العموميه. فما يمكنش ابدا باش نبقاو نتفرجوا في داك الشيء، لازم القانون يحترم واخلاء الشارع العام. اذا قلت بدل الاستجابه لهذه الانذارات والناس يديروا عقلهم كما داروا في فاس وفي الناس في طنجه، راه كيبانوا في سميتو هذوك المؤطرين بالعكس بداو كيحرضوا المتظاهرين وبداو كيدفعوا القوات العموميه، هما اللي كيدافعوا لجهتهم. وإلا شفتوا في سميتو حتى لي فيديو اللي هما داروها في الانترنت راه كيصوروا من واحد الجهه ملي كيعاودوا يرجعوا كنشوفوا الناس طايحين. هذا الشيء حنا عندنا معروف. التعليمات اللي عندهم هو ملي كيكون بدايه التدخل ديال القوات العموميه كيكون واحد العدد كبير ديال التظاهر بالاغماءات كيبداو يطيحوا بوحدهم. بلا ما نقول لكم واحد المدينه في المغرب فاش كان عندنا نفس المشكل، غير كيبداو يدخلوا السلطات العموميه اول حاجه كيديروا هما كيبداو يطيحوا. واكثر من هذا بالخلع ربما اكثر من هذا في هذيك المدينه المعينه اللي كتكلموا عليها دين زكان دخلوا للسونتر وبداو كيضربوا بالحجر، القوات العموميه. هذوك الحالات اللي تكلموا عليهم العنف والاكزاجيراسيون وداك الشيء كله بينوا حاله وحده اللي فيها الدم، هذيك راه عليها لي زونكيت دابا باش تشوفوا منين جات. حاله وحده هي اللي كاينه. وكما قلت هذا الشيء حنا مولفين به. لما غير كيبدا التدخل ديال الامن دائما كيبداو هذا. وبلا ما نقول لكم المدينه راه مدينه في الجنوب دائما مولفين هذا الشيء، دائما ملي بدينا كنصوروا ما بقاش كدار. بخلاصه واكد ان المصالح الامنيه تدخلت في نطاق القانون ولتنفيذ التعليمات الحكوميه اللي منعت هذه المسيرات، والامن طبق هذه التعليمات. لان الاهداف ديال هذه المسيرات ما كانتش اهداف للدفاع عن مصالح هاد الناس، كانت اهداف اخرى وما يمكنش نخليوها. واكرر حتى في المستقبل ان شاء الله راه نؤكد ان هاد المسيرات ديال هاد الناس ستمنع، وخصهم يطبقوا القانون معنا. الا بغاو كل واحد يبقى يتحمل المسؤوليه ديالو. الا كاين شي عنف راه هما اللي كيجيو ليه.
بالنسبه ما غندخلش في صلب الموضوع، ما ندخلش في صلب الموضوع، ربما غادي تجي فرصه باش تذكروا فيه مع الساده الوزراء المعنيين. انما اللي بغيت نقول فقط هو ان الفصل ما بين التوظيف والتكوين راه معمول في كل الوظائف الاخرى، لا الممرضين ولا المهندسين، ولا كاين فصل ما بين التكوين وما بين هذا قرار حكومي. واذا كاين اجماع حول شيء، خص الاغلبيه الحكوميه حتى هي تفهم هذه القضيه هذه، وتفهم على ان كاين هناك سياسه متبعه في لجميع الفئات في جميع الميادين. وخص وفي الاخير كنوجه النداء من هذا المنبر لهاد الناس كلهم باش نقول لهم راه باب التكوين مازال مفتوح، وراه المستقبل ديالهم راه مضمون، لان الحمد لله الخدمه هذوك الناس اللي غيتكونوا ل 10,000 راه كاين واحد الطرف كبير اللي غادي يلقى بالنصيب ديالو في داخل الوظيفه العموميه بواسطه لي كونكور، كاين وظائف في القطاع الخاص، كاين واحد العدد المستقبل مضمون. ما نبقاوش في هذا الشد والجذب اللي ما ينفع حتى شي واحد، وما غيدينا حتى شي ربح. وشكرا لكم. شكرا.